واش عارف ان الناس الناجحين كيديروا اغلب انجازاتهم قبل من 11 ديال الصباح؟ الناس اللي كينجحوا ما كيضيعوش الصباح في الحوايج العاديه بحال التليفون، السوشيال ميديا، التفكير الزائد. كيستغلوا اول ساعات من نهارهم في الحوايج المهمه، كيمشيو بمبدا ان اول ساعه في نهارك هي اللي كتقرر كيفاش غادي يدوز النهار كامل. الخطا ديال اغلب الناس كتفيق وكتشد التليفون، كتقول غير 5 دقائق وغادي نوض، كتولي في ساعه ساعتين. وهذا الشيء شنو كيدير؟ كينقص من التركيز، كيضيع الطاقه وكيخليك تبدا نهارك وانت ضعيف. اليوم وفي هذا الفيديو غادي نعطيك الحلول العمليه اللي غتهنيك من هذا المشكل. الا كنتي مهتم ديري لايك وخليك مع الفيديو حتى الاخر. اولا من تفيقي اول نص ساعه من نهارك ما خاصكيش تهزي فيها التليفون نهائيا. علاش؟ ملي كتفيقي العقل ديالك كيكون في اضعف حاله من التركيز، واول حاجه كيدخل ليها كتحدد المزاج ديالك، والمزاج ديالك هو اللي كيحدد كيفاش يدوز نهار. ملي كتفيقي وتشدي التليفون العقل ديالك اوتوماتيكمون كيدخل في وضع الاستهلاك وكيبدا يشوف حياه الناس، كيبدا يعطيك احاسيس ديال عدم الرضا اولا كتحسي بالضغط، اولا بعض المرات كتشوف المشاكل ديال الناس وكتحسي بالحزن. وهذا الشيء هذا كيستهلك الطاقه ديالك بواحد الطريقه اللي انت ما كتحسيش بها. يعني الا كنتي اول ما كتفيقي كتشدي التليفون فراه خاصك تعرفي ان الطاقه ديالك بدات كتضيع بشويه بشويه، وحكمتي على نهارك انه غيكون واحد النهار خاوي من الانجازات مهمه بطبيعه الحال اللي كان ممكن انك ديريها وغترجع لك في المستقبل بالنفع. خلاصه الا كنتي كتفيقي وكتشدي التليفون فراه ماشي انت اللي كتحكمي في راسك وفي نهارك، وانما التليفون هو اللي كيتحكم فيك. اول ما تفيقي نوضي، غسلي وجهك، شربي كاس ديال الماء، جلسي مع راسك واحد 5 دقائق، رتبي افكارك، فطري. ماشي خاصك غير تنوضي تبداي في الخدمه وفي الانجازات، ولكن كوني حريصه على انك ملي تنوضي ما تهزيش التليفون. ثانيا دير اهم حاجه في نهارك. الخطا اللي كيديروا اغلب الناس انهم كيبداو بالحوايج الساهلين على امل انهم ملي غيساليو عاد غيمشيو للحوايج اللي كتحتاج الوقت والتركيز، ما عارفينش ان حتى هذوك الحوايج الساهلين كيديو الطاقه والجهد واخا ما كيحتاجوش التركيز، ولكن ما كيخليوكش ليك الطاقه باش تركز مع الحوايج المهمين. فماشي غير تفيقي تبداي بالشقه، الترتيب، التنظيف، تجاوبي على الميساجات، لا هادشي كامل تقدري ديريه في اي وقت من نهارك. خاصك تمشي بمبدا ان الطاقه اهم من الوقت. في الصباح كيكون التركيز عالي، الطاقه ديالك كتكون نقيه والعقل ديالك حتى هو كيكون صافي، اذا خاصك تستغلي في الاشياء المهمه والضروريه. سولي راسك شنو هي الحاجه المهمه اللي درتيها غتحسي بالانجاز والرضا وغترجع ليك بالنفع. ونوضي ديريها واخا تعطيها غير نص ساعه كل نهار كل صباح وانت مركزه، طاقتك كاينه، احسن من انك تعطيها ساعتين وانت ما عندك تركيز، ما عندك طاقه. خلاصه انت ما محتاجاش بزاف ديال الوقت، انت محتاجه بدايه ذكيه. ثالثا تو ليست يا صديقتي ضروري وقليل اللي كيديرها. ضروري انك تكتبي داكشي اللي باغا ديريه في اليوم ديالك، ومن الاحسن تكتبيه في الليل باش هكا كتبرمجي العقل ديالك في الصباح انه يفيق اوتوماتيكمون باغي ينجز. قبل ما تنسي حدي واحد 5 دقائق وهزي ورقه وكتاب ولا اجنده، ولا شوفي انت اشنو عندك باغا تكتبي فيه وبداي تكتبي شنو هما المهام اللي باغا ديري الغد ليه. اكيد قلنا المهام الضروريه اللي غادي ترجع ليك بالنفع، وما تكتبيش بزاف ديال المهام حيت هكا العقل ديالك تيتبلوكا. كتبي غير واحد 3 ولا 4 المهام باش هكا العقل ديالك يشوف داكشي منطقي ويشوف انه قادر انه يديره. بالاخص الا كنتي يلاه باديه ويلاه باغا تبداي تبدلي من الروتين ديالك وباغا تبداي تستغلي الصباح ديالك، فمن الاحسن انك ما تبدايش كبيره، بداي صغيره بزاف. فمثلا تقدري تكتبي انايا غادي نفيق باغا ساعه غادي نقرا فيها، ساعه غادي ندير فيها مثلا الرياضه، نص ساعه غادي نعتني بها براسي، غادي نقرا 4 صفحات ديال القران مثلا كورد يومي. المهم انهم يكونوا مهام العقل ديالك قادر ياكسبتيهم وقادر ياكسبتي انه يقدر يديرهم، يكونوش مهام بزاف ديال المهام. فاش كتكتبي بزاف فالعقل ديالك كيتشوش وكيحس بالضغط وكيدخلك في واحد الدائره ديال التسويف اللي صعيب باش تخرجي منها. فمن الاحسن انك تكتبي مهام قليله تكون على رؤوس الاصابع، وتكون بالاخص الا كنتي مازال في البدايات، حيت في البدايات هما اللي كيكونوا صعاب بزاف. فاش كتكتبي واحد 3 المهام وكديريهم وانت يلا بادي العقل ديالك وانت كتحسي بالانجاز، وفاش كتحسي بالانجاز كتحمسي وكتقدري انك نهار على نهار تزيدي مهمه، ومن بعد كتولي تقدري ديري بزاف ديال الحوايج بلا ما يشكل لك حتى شي صعوبه. انت اشنو احسن بالنسبه لك؟ واش 3 الحوايج وتكمليهم ولا 10 الحوايج وما ديري حتى شي وحده فيهم؟ كتبي لي في التعليقات رايك في هذا الموضوع. بزاف ديال الناس كيسحب لهم ان النجاح خاصو بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود، ولكن الحقيقه عكس ذلك تماما. النجاح كيجي من قرار صغير، من خطوه صغيره، خطوه كديريها كل نهار كل صباح وكتداومي عليها. الاستمراريه يا صديقاتي. واخا تفيقي واحد النهار تحمسي وتنوضي في الصباح وتستغلي الصباح ديالك احسن استغلال وتعاوديها الغد ليه وتعاوديها الغد ليه سيمانه شهر كاع، ولكن الا حبستي اكيد ما غيكونوش نتائج. فالسر في الاستمراريه. خاصك تكوني ذكيه
وتعرفي انك تستغلي الطاقه ديالك وتستغلي الوقت ديالك وتستغلي المجهود ديالك وتخلقي واحد الروتين اللي غديريه بشكل يومي او غيولي عندك اسلوب حياه من بعد. في الاول كتكون صعيبه ولكن من بعد ما كتبقايش تحسي بها نهائيا، كتولي عندك اسلوب حياه. واكيد اكيد 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 4 المرات 5 اكيد غتوصلي داكشي اللي كتمنيه بالعزيمه وبالاراده وبالاجتهاد ديالك وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. الى وصلتي حتى هنا ما تنسيش دعمي هذا المحتوى بالاشتراك ولايك وكومونتير باش يوصل الناس اخرين محتاجين فعلا انهم يسمعوا لهذا الكلام.